السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، معكم قناتكم قناة ربيع فلاح. إن شاء الله اليوم فيديو جديد مهم بزاف، فيه بزاف ديال النصائح وفيه بزاف ديال الإفادات، حوايج اللي غيعجبوك بزاف، تنظيمات اللي غتستافدي منهم وتحتاجيهم بزاف بزاف. غنشوفوا مع بعضنا كذلك الطريقة كيفاش تنقيو الدجاج ديالكم وكيفاش تقطعوه، كيفاش الطريقة اللي تغسلوه بها الصحيحة اللي ما تخليش لك الزفورية نهائيا، وكذلك كيفاش تقطعيه قطع اللي غنقادوها ان شاء الله مع بعضنا، وحتى التبيلات ديال الدجاج اللي غنشوفوهم جد جد رائعين كنشريوهم بثمن اللي هو زايد. علاش ما نستافدوش ونستخدموهم في الدار، نديروهم في الدار ملي نجيبو الدجاج ديالنا نقطعوه ونصايبوه وندخلوه المجمد ديالنا، وهكا كنربحوا الوقت. وغنشوفوا مع بعضنا كذلك حتى الدجاج بالتغميرات ديال الاعراس كيجي رائع ان شاء الله. غير تبعوني في هذا الفيديو غيعجبكم بزاف وغتستافدوا منه. ونبداو على بركه الله. اول حاجه نصليو على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ونبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. اول حاجه هنايا عندنا الدجاج. انا هنايا جبت واحد 6 ديال الدجاجات. مهم نتوما الدجاج اللي عندكم، يا واخا يكون غير دجاجه وحده غتتبعوا نفس الطريقه الا بغيتوا تقطعوها وتوضعوا منها بزاف ديال الاشياء اللي غتستافدوا منها. هنايا اول حاجه كنجيب الملحه، نحط الملحه في واحد الانيه، وكنجيبوا الدجاج ديالنا وواحد الموس اللي يكون ماضي مزيان باش نقطعوه. واول حاجه كنبدا بها هي الجلده ديالنا. الدجاج ما تنديروهش في الماء نهائيا، هذا هو السر باش كنتحكموا في هذيك الشحمه اولا ديك الاشياء اللي كتكون في الدجاج ديالنا، كنقدروا نشدوها وحتى الدجاج ديالنا كيجينا بنين. منين كنطيبوه ما تقيسوش بالماء نهائيا، كتشدوا الملحه وكتبداو تحيدوا. اول حاجه كنحيدو ديك الجلده كامله، تقدروا تحيدوها عند مول الدجاج. انا المهم جاني الدجاج هكايا حيدتها راسي، حيدت ديك الجلده، كنهز الملح في يدي وكنحيد. قسمت الدجاجه كيف لاحظتوا، حيدت الفخوده، قسمت النصف التحتاني ديال الفخوده وقسمته على جوج، كنطرطقوه وكنتبعوا المفصل ديالو. طرطقته على جوج وعاد كنقطع هذاك الفخاد حتى هو على جوج، كاين هذيك الرجيله هاد الفخيده الصغيره وعاد هاد الجهه الفوقانيه ديال الفخذ، وكنحيد جميع دوك الزوائد وكيجيونا البنات ساهلين دغيا دغيا كنحيدوهم. منين تنديروا غير الملحه، ما تقيسوش الماء نهائيا. هنا رانا ما درتش الماء في مره باش كيجيكم تنقيه ساهله، ما كتحسوش بالدجاج واخا تنقيو واحد الكميه كبيره. وكذلك هاد التنقيه هذه ديروها حتى للدجاج اللي تيكون ديال المناسبات والاعراس حتى هو. انا نوريكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا، نوريكم كيفاش تنقيوه حتى هويا الطريقه اللي هي زوينه. ودائما تنقول لكم السر ديال البنه ديال الدجاج ديال الاعراس او الدجاج بصفه عامه ديال الطواجن ديال كلشي، النصف ديال واحد 50% كتبقى في الطريقه اللي كنغسلوه بها او لا تنقيوه بها. ضروري نحيدو ديك الزوائد كلها، ديك الشحمه البيضاء، دوك السلوكه اللي تيكونوا هكا رقاقين، يعني كلشي. منين كنحيد انا لا لاحظتو بحال هكا راني حاطه حدايا واحد البلاصتيك كنوضع فيها ديك الزوائد اعزكم الله، داكشي اللي حيد الزبل صافي. وكنحط راه ما كاينش حدايا الماء نهائيا، حتى في داك لافابو راني منقياه وغاسله مزيان تنلوح فيه، راه ما فيهش حتى شي ما فيهش نقطه الماء ناشف. تقدروا ديروا في شي بانيو هكا نتوما كبير صافي. كنحيد وفي نفس الوقت رانا تنحك بالملحه. لاحظتوا هذيك الزوائد، ديك الريوق وديك المهم ديك الشحمه وداك الشيء كامل اللي تيكون في الدجاج كنهز المليحه وكنجر، راه كيجيكم ساهل صافي. هنايا كيف لاحظتوا حتى الصدر حتى هو قسمته على جوج من الوسط، كنمشيو لهاديك الفلحه الوسطانيه ديال الصدر وتنقسموه، والطرف اللي بقى لينا كنقسموه حتى هو على جوج. كنخلي هاد الهبره هاد التحتانيه اللي غنديرها. كل هاد الاستعمالات غتشوفوها معايا بهذا الفيديو. غير خليكم معايا وما تنساونيش من واحد اللايك، الله يسهل عليكم، باش تشجعوني اكثر وكتزيدوا تعطوني دفعه اكثر وتشاف الفيديو للناس اللي هما اكثر ويستافدوا اكثر. صافي قطعت الجنيوحات كيف لاحظتوا، كنقطعوا حتى الجناح حتى هو بوحدو، كتبعوا غير المفصل ديال العظم وكتحيدوا صافي. هنا غنوريكم الطريقه ديال كيفاش كنغسلوا الدجاج ديالنا ديال الاعراس. هو هذا، كنجيب اول حاجه كنقطعوا هذاك العنق الفوق كنحيدوه، وتنحيدوا ديك الشحمه اللي كتكون من التحت. وحنا كنديروا في يدينا الملحه كيف لاحظتوا، راني كنشد الملحه وتنحك بها، تنخشي يديا ما بين الفخاد، تنخشي يديا ما بين الصدر والجلده، وتنحيد هذيك الشحمه كامله وديك الريه اللي كتكون في الجنب من الفوق وديك الاشياء كلها اللي كتكون حمراء الداخل في ديك الدجاجه.
وكنهز الملحة، وهاد الزائدة هادي اللي من الفوق حتى هي كنحيدوها، كتكون بيضا ونردو بالنا ملي نخشيو يدينا من الداخل كاينة واحد اللعيبة حتى هي بيضا تنحيدوها. هادشي كله راه تيطلق لينا الزفورية إلا ما حيدناش ما كيجيناش الطياب مزيان ديال الدجاج. صافي كنهز الملحة كيف كتلاحظوا كنحيدها نتوما، كنخشي الصبع ديالي تنهز الملحة، هي اللي كتساعدني حيت حرشة كتجر ليا داكشي كامل. صافي وكنفركو مزيان بديك الملحة، والجلدة حتى هي كذلك كنحكوها بالملحة مزيان، كنديرو ماساج لهاد الدجاجة هادي كنحكوها مزيان بديك الملحة باش كتحيد هداك الريش اللي كيبقى رقيق وقت يبقى لاصق لينا في هاديك الجلدة. وكنشوفو حتى تحت الجناوح وكلشي يعني ندورو على ديك الدجاجة مزيان ما نخليوش حتى شي حاجة فيها. كيف لاحظتوا هانتوما تندير الملحة وتنفرك مزيان، كتحيد هاديك الجلدة اللي واحد الريشات رقيقين تيكونوا في الدجاج تيتحيدوا، وتحت هاد الجناح تيكونوا واحد الريشات اللي هما رقاق حتى هما نفركوهم مزيان. صافي وكنحيدها وكنستمر بهاد الطريقة هادي. صافي كنخلي هداك الدجاج هو راه كيتشرب هاديك الملحة، راه باقا ما درتوش في الماء لحد الآن، تساليت الكمية كاملة. جبت واحد البانيو اللي هو كبير، وجبت هنايا الثومة كيف كتلاحظوا كنقطعها، يمكن حيت أنا راه غنطحنها في الهشوار يمكن تخليوها غير هكاك بلا ما تقطعوها. وغنجيب هنايا الحامض كيف لاحظتوا غنقطعوه حتى هو طريفات. الحامض كيف ما هو صاين كنقطعو طريفات اللي هما صغارين، وغنجيب الهاشوار ديالنا وغنوضع فيه هاد الأشياء هادي وغنطحنها. نضيف عليها كذلك سكينجبير، أولا تقدروا طحنوها حتى في الخلاط الكهربائي. صافي وكندير واحد المعلقة كبيرة ديال السكينجبير، هاد السكينجبير كيعطينا بنة زوينة للدجاج وتيحيد منه كاع داك الروايح اللي ماشي هما هادوك. صافي نزيد عليهم الماء وتنطحن مزيان، وهداك الخليط هو اللي تنوضع في البانيو ديالنا وغنعمر عليه الماء. كيف كتلاحظوا غنزيد عليه الماء بزاف حتى يعمر عندي البانيو، يعني يقرب يتناص ما يعمرش بزاف الجهد فين حط الدجاج ديالي. صافي هنايا غنبدا نغسل هداك الدجاج، راه تشرب هاديك المليحه وتحيدات منه الزفوريه وكلشي، وكنبدا نغسل فيه كيجينا ساهل ما تيبقى فيه حتى شي حاجه. كنغسلوه مزيان مزيان كنشللوه من هذيك الملحه وتنوضع في هذاك البانيو. وغنخليه كذلك حتى الدجاجه اللي غنستعمل التغميره، يعني الدجاج ديال المناسبات اللي غتبقى صاينه غنحمروها. هذيك الدجاجه حتى هي راه غنغسلها مزيان ونخشيها حتى هي في البانيو، وغنخلي الدجاج ديالي يترقد مزيان. ومن بعد كنضيف عليه واحد شويه ديال الخل باش كيعطينا ديك الهشوشيه في الدجاج، كيهشاش عندنا الصدر تيولي رطب، وكذلك حتى اللون ديال الدجاج كيولي ابيض. صافي من بعد ما خليتو ديك الترقيده خلوه فيها. انا راه نقيته في النهار ولا لاحظتو هذا راه الليل، هنايا التصوير كيكون ناقص باش كتعرفوا الليل. كنخلي الدجاج في هذيك الترقيده مزيان، وعاد نسقطروه ونخليوه حتى ينشف تماما. نخليو الدجاج ديالنا تيتسقطر مزيان، عاد ندوزو باش نقادو هاد التتبيلات هادو. اول حاجه كنجيب هذاك الفخيضات اللي من الفوق، ماشي الرجيله، الفخيض اللي من الفوق. هاد التتبيله الاولى ديال الدجاج اللي غنستعملو في الطويجنات كنحتاج فيه الربيع ومعدنوس مقطعين، كنحتاج فيه شويه ديال الثومه. بالنسبه للمقادير ديال القياسات ديال العطريه راه على حساب الكميه اللي نتوما مستعملين. كنضيف هنا العصير ديال الحامض، طريفه ديال الحامض المصير مقطعين، واحد القليل من الفلفل الاسود اولا الابزار، القليل من سكينجبير اولا الزنجبيل، القليل من الكركم اولا الخرقوم اولا العرق الاصفر، هذا اللي تنطحنوه على يدينا. كذلك شويه ديال المروزيه اللي انايا هنايا طاحنه غير بسيبيسه وقعقله، وواحد شويه ديال زيت الزيتون. صافي واحد نصف معلقه ديال السمن البلدي اولا السمن الحار. صافي وكنخلط الكل جيدا. عرفتي هاد التتبيله البنات كتجي في طاجين روعه، كتجي بنين 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 الطاجين ديالنا. هذيك النكهه ديال السمن وهذاك التغمير اللي درنا كتجي ممتازه. صافي وهذوك الفخيضات كنهزهم كنحطهم هكايا في نوضعوهم باش نوضعوهم في المجمد ديالنا، وندوزو باش نديرو التتبيله الثانيه اللي هي الفخيضات اولا الرجيله ديالنا اللي غنستعملها ان شاء الله. هادو في الفران كيكونوا مشويين مع الخضره وهكا ان شاء الله. هادو كل هاد الاشياء غنحط لكم التطبيقات ديالها ان شاء الله، غير خليكم معايا وما تنساوش تشتركوا باش توصلكم كل جديد ان شاء الله. كنحتاجوا الربيع والمعدنوس، واحد شويه ديال
المطيشه ديال الحك، القليل من الثوم، قليل من صلصة الصوجة تقدروا تستغناو عليها ما ديروهاش اللي ما عندوش، وهنايا واحد 2 المعالق ديال اليوغورت مسوس. أنا هنا غير دانون واحد كفاني في هاد التتبيلات كاملين، باقا غنستعملو إن شاء الله. صافي وكندير هنايا شوية د الكمون، شوية ديال الخرقوم أولا العرق الصفر، شوية ديال السكينجبير، والقليل من السودانية أولا الفلفل الحار كيبقى اختياري، وشوية ديال المطارد وكذلك العصيرة الحامض، وزيت الزيتون، وشوية ديال الزعتر. هنا حكيتو كيعطيو واحد البنة زوينة. هاد الفخيضات هادو كنديرهم في الفران كيجيو بنانين، تنرافقوهم هكايا. شوفوا هاد التحضيرات هادو كيسهلوا عليكم بزاف بزاف، وكيشجعوكم انكم تنوضوا تصايبوا الشهوات ديالكم، وكتوفري الوقت والجهد بزاف بزاف. ضفت هنا واحد شويه ديال التحميره كيف لاحظتوا، اولا الفلفل الاحمر الحلو، وشويه ديال زيت الزيتون. صافي وكندغمرهم مزيان. انا هنا استعملت اليدين ديالي، نتوما كيبقى لكم اختيار ديروا بمعلقه ولا المهم اليدين باش كنتحكموا كنعرفوا شنو كنديروا. صافي هنا الفخيضات ديالي من بعد ما وجدتهم كنوضعوهم كذلك باش نحطوهم على جنب. ندوزو هنايا للستيك ديال الدجاج. هنايا داك الصدر التحتاني اللي حيدت هو اللي كنقسم على جوج، هو اللي غيعطيني ستيك على هذا الشكل هذا. كيف لاحظتوا انا خليت باش هانتوما الصدر غير بوحدو، كنحيدو ديك العظيمات اللي رقيقين تنحيدوهم، اولا ديك الغزغيزه اللي كتكون كنحيدوها، كنفصلو غير الصدر بوحدو، هو اللي غيعطينا ستيك على هذا الشكل هذا. كنحتاجو فيه سكينجبير، الكمون، وشويه ديال الفلفله الحاره اولا السودانيه انا طحناها على يديا، يعني ما تشريوش هذيك اللي مطحونه، طحنوها راسكم. شويه ديال الزعتر، قليل من العصير الحامض اللي تيعطيها الهشاشه، تيولي الدجاج ديالنا الصدر ستيك تيجي رائع وهشيش بزاف. هو وهذا الياغورت هذا اولا دانون اللي هو مسوس، كنضيف واحد 2 المعالق، وشويه ديال صلصه الصوجه. كيف قلت لكم صلصه الصوجه يمكن لكم تستغناو عليها بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يديروها. شويه ديال التحميره اولا الفلفل الاحمر الحلو، وشويه ديال الزعتر حكيتو. صافي وكنمرمد هاد الستيك ديالنا مزيان. صافي وحتى هو كنوضعوه على جنب ونحيدو وندوزو للتتبيله الرابعه. التتبيله الرابعه ديالنا اللي هي غيكونوا الجنيوحات ديال الدجاج. الجنيوحات ديال الدجاج غنديروهم تتبيله اللي هي اسيويه، مذاق اللي ما بين الحلاوه والملوحه. كنحتاجو الثومه، صلصه الصوجه. هنايا درت الكاتشوب كيعطي واحد المنه غزاله غزاله، واحد المعلقه صغيره ديال العسل، وواحد شويه ديال الفلفل الحار اولا السودانيه، وكنحرك مزيان مزيان. بالنسبه للتتبيلات غتلقاوهم ان شاء الله مكتوبين في صندوق الوصف، الا نسيت شي حاجه غنكتبهم لكم كاملين واضحين. وضفت هنايا اضافي، يعني حاجه اللي هي اضافيه، واحد شويه ديال حبوب الشيا غير باش يعطيني داك اللون، يجيو مزيانين. الا لاحظتوا انا التتبيلات كاملين ما درتش فيهم الملحه، علاش؟ حيت حنا غاسلين الدجاج بالملحه ودايرين الاشياء اللي هي كتكون فيها الملحه راه كيجيو قياس واحد حتى تنصبوا اولا طيبوا. وشوفوا الا خاصكم الملحه زيدوها. هنايا دزنا لهادو ديال الشاورما، حتى هو الصدر ديال الدجاج كنقطعوه على شكل طولي، وكنديروه هكايا شاورما. كنحتاجوهم لي باط، كنحتاجوهم بزاف ديال الاشياء. ضفت لهم هنايا 2 المعالق ديال عطريه الشاورما، كنلقاوها عند العطار موجوده. شويه ديال الربيع ومعدنوس، شويه الكمون، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الفلفل الحار. كيف قلت لكم الا نسيت شي حاجه غتلقاو كلشي موضح في صندوق الوصف. حتى هما كنحيدوهم على جنب. وهنايا غندوزو باش نوجدو. بالنسبه لهذا انا خديت لاداند هو اللي قطعت قطبان، قطعته هكا، جبتوه وراء وقطعته القطبان. صافي هنايا القطبان ديالنا كنضيف شويه الخل، شويه العصير الحامض، شويه ديال الزعتر، الربيع ومعدنوس، تحميره، الكمون والفلفله الحاره والسودانيه، وشويه ديال الخرقوم اولا العرق الاصفر. كنخلط الكل جيدا. هذاك الخل وهذاك العصير الحامض كيعطي القطبان ديالنا هشوشيه، كيجيو بنانين. صافي وكنحيدو القطبان ديالنا كنخليهم يترقدوا، من بعد عاد ندوز باش نوضعهم في القطبان ديالهم. هنايا غندوزو ان شاء الله باش نديرو التتبيله ديال الاعراس ديال ديك الدجاجه اللي خلينا. عندنا العرق الاصفر اولا خرقوم، عندنا العصير الحامض، عندنا فلفل البزار، سكينجبير، وعندي الربيع ومعدنوس، الحامض مصير مقطع، شويه ديال لا موطارد، عندنا الثومه، وواحد الضامه ديال الزعفران اللي كتعطينا اللون.
وكذلك كتجي واحد النكهة ديال الزعفران، إلا عندكم الزعفران شعرة ضيفوه، واحد المعلقة ديال السمن صافي. وهنايا الثومة كيف لاحظتوا، وكنخلط الكل. ضروري هنا ديروا العصير الحامض هو وشوية ديال زيت الزيتون حتى هو، وكنخلط الكل جيدا، كنحركو مزيان. كيف لاحظتوا درت شوية القليل من الخل باش ديك الدجاجة كطيب لينا مدغمرة. شوية الماء، واحد راس المعلقة ديال مطيشة الحك اللي تيعطينا اللون زوين لهاد الدجاجة هادي وكتجي محمرة، غير راس المعلقة ديال مطيشة الحك. كنجيب الدجاجة ديالي من بعد ما تسقطرات تماما ما كيبقاش فيهم نقطة الماء، كنوضع الموس وكنتقب هكايا الصدر والفخذ غير شويه، ماشي نقطعوه، ما نقطعوش، نردو بالنا مع الجلده باش ما نقطعوهاش صافي. وكنمرمد هذيك الدجاجه مزيان، كنشرملوها كيف كتلاحظوا، وكنحاول نخشي ديك الشرموله، كنخشيها بديك التقيبات اللي وضعت ديال الموس صافي. وكنجمع الدجاجه ديالي كندهنها مزيان، وكنجمعها كنجمع ليها الرجيلات ديالها ونحيدها حتى هي على جنب. وهكا قد ما طولت فيها هاد التغميره هادي غير كنجبدوها. راه كيف قلت لكم راه غنحط معكم ان شاء الله التطبيقات ديال هاد الاشياء كامله كيفاش تستعملوها. هنايا القطبان ديالنا من بعد ما ترقدوا دزت باش وضعتهم في القطيبات ديالهم، ديال الاصياخ ديال العود او لا، المهم يكونوا قصارين هكا على حساب البواطات اللي عندكم. بالنسبه لهاد البواطات هادو خديتهم من بيم، كل فيها 25 حبه ب 25 درهم، يعني بحال درهم الحبه. المهم انا لقيتهم بيم خديتهم، كيتباعوا حتى عند الجزار، كيتباعوا عند الناس اللي كيديروا هادشي ديال البلاستيك، راه كيتباعوا عندهم، راه موجودين ومزيانين، يعني راه عمليين، وكيبقى المجمد ديالك دائما منظم. صافي هنا كنجيب البابي سلوفان وكنبدا نغلف بهم مزيان، كنجبد داك البلاستيك ديالنا كيف لاحظتوا صافي، وكنخليهم على جنب هكايا. كنستمر نكمل كلهم هذوك البواطات اللي عندنا بنفس الطريقه. حاولوا تزيروا مزيان. وهذا بالنسبه لهذا ديال الطاجين، وضعت فيه طريفات ديال الحامض المصير، يعني باش يبان ليا بان هادو راه ديال الطاجين. صافي وضعتهم هكا من الفوق، وحتى الشكل ديالهم يعني ملي تطلعي المجمد ديالك تلقايه منظم، راه شي حاجه اللي هي زوينه. وقد ما نظمنا الاشياء قد ما كتكون عندنا واحد الطاقه ايجابيه اننا نوضوا ونقضيو الشغل ديالنا ونوجدوا الشهوات ديالنا ونبدعوا فيهم، وتنوفروا كيف قلت لكم علينا الجهد والوقيف بزاف في الكوزينه. جايبين الحاجه، اللهم نصبروا واحد تقريبا واحد نص نهار هكايا حتى نقادوا المسائل ديالنا ونصايبوها ونحطوها. ما فيها باس، راه كيرجع كلشي بالراحه، والراحه يعني الجسديه والنفسيه بجوج بها. صافي حتى الدجاجه ديالنا حتى هي راه كيف لاحظتوا هنا كملتها مزيان، غطيتها حتى هي بالبابي سلوفان. وهادو هما التحضيرات ديالنا اللي وجدنا: القطبان، الطيفات ديال الشاورما، الفخيضات، الدجاج مدغمر، الستيك، الدجاج ديال الطاجين، الفخيضات كذلك اللي غنديرو، والدجاج اللي كنشرملو هكا بزاف ديال الحشوات، كلشي يعني متوفر عندنا. ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، وتخليوا ليا دائما لايك كيف قلت لكم، وتشجعوني، تزيدوا تشجعوني اكثر واكثر. صافي هنا كنجيب المشر ديال المجمد ديالنا، وكنوضع الاشياء ديالي وكنحتفظ بها بالمجمد. الوقت اللي بغيت شي حاجه كنجبدها وكنستعملها. وانتظروا ان شاء الله غنتشارك معكم ضروري التطبيقات ديال هاد الاشياء هذه، وكنخليكم الى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.